يا هلا وغلا يا اساطير، مرحب بكم في فيديو جديد. اكيد فضلت تدور وتبحث عن هي افضل الشخصيات لاستخدامها للوصول للجراند او السنايبر او شخصيات الرومات او شخصيات الجنابل او شخصيات السرعة. النهاردة جبت لك الخلاصة لافضل الشخصيات لكل الاوضاع. عاوز تلعب رانكد، عاوز تلعب توصل لجلوبال، عاوز تلعب كلاش سكواد. في الفيديو ده في خلاصة لكل الشخصيات اللي هتحتاجها واللي هتخليك محترف مليون في المية. شخصيات هتبهرك جدا جدا لو استخدمتها، هتلاقي في فرق كبير جدا جدا. يلا بينا نشوف الشخصيات اللي معانا النهاردة، ولكن قبل ما ندخل في الشخصيات ما تنساش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نشوف الشخصيات اللي معانا في فيديو النهاردة. أول شخصيات وهي شخصيات السرعة. هتحتاج 4 شخصيات عشان السرعة بتاعتك تكون نفاذة. أول حاجة شخصية دي بي بتديك سرعة فائقة ان لو انت بتضرب نار. الشخصية التانية بتاعت داشا، وهي بعد ما تقتل العدو بتخلي حركاتك سريعة. وتالت شخصية وهي كيلي السريعة، وهي بتديك ضعف الضرر وانت بتجري وأول ما تصيب عدو. ورابع شخصية ومفيش استغناء عنها لو هتلعب بالسرعة، وهي شخصية تاتسويا، والحيوان الأليف روكو أو روكي عشان يجدد الشخصية أو الوضع بتاع الشخصية بتاعت التهدئة. وكده أفضل 4 طرق للوصول أو اللعب السريع. نشوف بقى الشخصيات التانية للعب الوان فيس وان أو لعب الرومات. وهتحتاج 4 شخصيات. شخصية ويلفر، الشخصية دي بعد ما الناس تتفرج عنك وتقتل أي عدو هتديك ضعف الضرر والإيم بتاعك يكون أسطوري. والشخصية النشطة هتكون معانا ألوك. والشخصية التالتة الأساسية وهي كيلي السريعة برضو بتديك ضعف الضرر وانت أول عدو تجيبه. وتالت شخصية هياتو الجيمر، وهياتو المتطور تخليه تقلل الضرر عنك. ونخش بقى في الوضعيات التانية أو شخصيات التانية، وهي شخصية السنايبر. شخصية السنايبر أهم وأهم حاجة فيها وهي شخصية رافائيل، أكيد الكل عارفها. وشخصية إيريس اللي هي بتخترق التلج وتعمل علامة عليه. وشخصية مارو اللي بتحدد مكان الأعداء وتخلي الضرر بتاعك الضعف. وشخصية شيرو برضو بتحدد المكان الأعداء وتخلي الضرر بتاعك ضعف الضرر العادي. وهم دول 4 شخصيات، الشخصيات السنايبر. ونشوف بقى الشخصيات التانية ليه بتخلي الدم بتاعك عالي جدا جدا. والشخصيات دي مهمة للناس اللي بتلعب بربرة وبتحب الاستخباء. وهي شخصية ليلي عند استخدام المهارة النشطة بتوفر نقط درع لزملائك. وشخصية أنطونيو وشخصية لوكاسا وشخصية زينة. والشخصيات دي هتخلي دمك 480 حرفيا، دمك مش بيخلص. شوف بقى الشخصيات التانية وهي شخصية القنابل. اهم حاجة في شخصية القنابل دي اول حاجة اللي هي شخصية الفارو اللي بتخلي القنبلة بتاعتك 3، يعني ممكن تجيب السكواد بقنبلة واحدة. والشخصية التانية بتاعت موكو اللي بتحدد اماكن الاعداء وتخلي الضرر بتاعك عالي. واهم حاجة شخصية كيلي برضو اللي بتزود ضعف الضرر عندك. واخر شخصية واهم شخصية كولو اللي بتعرفك اماكن الاعداء فين بالظبط وترمي عليه القنبلة وتجيبه باسهل ما يمكن. استخدم بقى الشخصيات اللي انا قلت لك عليها دي لو عاوز تلعب برومات وان فيس وان زي اليوتيوبر، عاوز تلعب سنايبر قنابل، عاوز تلعب على الجراند ماستر، عاوز تلعب على القنابل تعمل ايس قنبله. استخدم الشخصيات اللي قلت لك عليها هتفيدك جدا جدا. كده جبت لكم الخلاصه لكل الشخصيات لو انت محتار تستخدم شخصياتي في كل الاوضاع. ويا ريت تقدروا التعب يا اصدقائي. ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. حط لايك على الفيديو ده، عاوزين نوصله 200 لايك. كان معكم اخوكم سوسته من قناة سوسته. سلام.